كنت واقف بعمل بوكيه ورد عشان احطه في العرض. دخل عندي زبون قال لي انه عايز يعمل بوكيه ورد بسيط يقدمه لمراته. فرجت على الصور اللي كنت عاملها قبل كده. قال لي بص انا هاخد اللي انت بتعمله ده وزي ما يطلع بقى. قلت له خلاص حلو قوي. قول لي بقى البوكيه ده بمناسبه ايه؟ قال لي ده من غير مناسبه، دي بس حاجه بسيطه كده تقديرا لمراتي، خصوصا كمان ان هي بتقعد تقول لي ان انا مش رومانسي خالص، فعايز بقى اثبت لها ان انا عندي حته رومانسيه كده. قلت له طيب حلو قوي، انا هديك بقى كارت تقعد تكتب فيه الكلام الحلو اللي انت قلته لي ده لحد ما انا اخلص. قال لي لا 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 انا مش عايز كروت ولا مش عايز اكتب اي حاجه، انا اساسا مش هعرف اقول حاجه. قلت له طيب سهل خلاص هكتب لك انا. قال لي ما هي هتعرف ان مش انا اللي قايل الكلام ده، مش عايز ابان فيك بقى وكده، هو كفايه بوكيه الورد بس هو هيقول كل اللي انا عايز اقوله. قلت له طب انا عندي فكره حلوه قوي. قال لي ايه هي؟ قلت له بص انا هحط لك الشوكليت بار دي مع البوكيه بتاعك، مش هيبقى باين عليها اي حاجه من بره، لكن لما تفتحها هتلاقي مكتوب جواها انك بتحبها، يعني حاجه كده شبهك بالظبط. مضحك كده وقال لي حاسس انك بتتريق عليا بس هي عموما فكره جامده فتوكل على الله. نفذنا البوكيه وطلع تحفه في الاخر. لو انت كمان ما بتعرفش تعبر عن مشاعرك، زور اقرب فرع ليك لتاجر السعاده في اسكندريه او القاهره او الجيزه وخد بوكيه زي ده، او على الاقل اعمل لها منشن وقول لها بحبك.